بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم خياتي بناتي أمهاتي، كراكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله حبيت أشارك معاكم هذا الجو الربيعي الرائع مع العائلة والأولاد. كما راكم تشوفوا السنة جاء عام خير ان شاء الله يا ربي، كل اعوام تفوت كيما هكا. ومن بعد رحت لقيت البطاطا، جبت غداء وحشه تاع وليداتي. هنا لقيت ما شاء الله لقيت واحد 4 كيلو. التراكتور يمشي لقدام وانا مورا، وزدت نحيت الخبيز والسلق والقرنينه راهم ما شاء الله. شوفوا خياتي، ماشي عيب اذا رحتي جبتي لقمه وليداتك بالحلال، تلقطي بطاطا تجيبي هذو الصوالح، المهم ياكلوا وليداتك وما يهمكش كلام الناس، باسكو كلام الناس ما يدي ما يقلب حاجه وما ترضيهمش. المهم خيتي ما كاش اللي راه يجيب لك القفه للدار، عيشي حياتك خيتي، باسكو راح تمرضي من كلام الناس اذا درتي عليهم. المهم فيديو نهار اليوم راح نشارك معكم روتين يومي متنوع، فيه وصفه تاع غريبيه ووصفه للعشاء تاع لوبيا تجي هايله يا البنات. يلا حبيباتي نقولوا بسم الله، نبداو على بركه الله. ما تنسوش ديروا لي جيم ولحقوا القناه، 1000 مشترك يلا غالياتي. هنايا نبداو بالوصفه تاع الغريبيه تاعنا، تجي مشقه وبنينه وطريه. هنا عندي 125 غرام تاع الزبده، طبعا لازم تكون بحراره المطبخ. راح نزيد عليها كاس غير ربع تاع الزيت، عند هذيك الشرطه البنات تاع الكاس. وراح نزيد عليها كاس غير ربع كذلك عندك الشرطه تاع سكر كلاسي، ونزيد عليها ملعقه صغيره لافاني. هنا راح نخلطوا غايه حتى تذوب لي هذيك الزبده تاعي كامل ويتجانسوا لي كامل المكونات. هنا انا نخلط بيديا لانه البنه كامل في اليدين، تقدروا تستعملوا البرا ولا الباتور عادي. هنا راح نضيف الكاس الاول تاع الفارينه، وضفت معاه ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات، يعني ملعقه ممسوحه ماهيش بومبي. من بعد تستعملي يديك، كي تستعملي يديك مدام خلطي غير بطرف صباحتك، ما تعجنيش العجينه هكا ما تنجحش معاك الغريبيه تاعك. شوفوا قوام العجينه تاعكم كي يولي، شوفي لازم يكون طري وهو ما يتلاصقش في اليد، فهمتيني؟ لازم العجينه تاعك طريه ما تلصقش في اليد. هنا جاوني 3 كيسان غير ربع، يعني 2 كيسان وكاس غير ربع تاع الفرينه. راح نقوموا بالشكل هذا تاع الغريبيه. كي تشكلوا الحبه تاعكم علوها شويه، لو كان ديروها هابطه، اذا هبطت لك غير شويه من الفرن تبان هكا، ما تبانش الشكل تاعها شباب. لازم تعلوها شويه، كي تهبط شويه تبان عاليه بهذه الطريقه. وكل واحده والطريقه تاعها في التشكال. ايا كي نكملوا كامل نستفوها في السنيوه بهذا الشكل، ونجيبوا عفوا القرفه. كما نعرفوا الغريبيه بنتها في التزيين هذا تاع القرفه ما شاء الله، ماشي كيما دركا خلطوها كامل الغريبيه داروها بريستيج، داروا لها صوالح، ما تجيش كاع كيما هذه تاع بنه الزمان. ايا وندخلها الفرن كنت شعلتها على درجه حراره 170 درجه، شعلت عليها من تحت البنات مدة 5 دقائق عبر ما تنشفلي، من بعد شعلت عليها من الفوق. هذا هو السر تاع التشقاق تاع الغريبية تاعكم. مكاش اللي تكذب عليكم تقول لكم ودي شعلوا عليها من تحت خلوها حتى تحمر، باسكو اذا شعلتوا عليها وخليتوها حتى تحمر راح كي تشعلوا من الفوق راح تبسلكم كامل الغريبيه وما تجيكمش طريه كما شفتوها في الفيديو. هنايا كي كملت الكاطو وكامل، هذا ولدي راه يعاون فيا، راه سيق لي الكوزينه، انا نطيب في الكاطو وهو يسيق لي في الكوزينه. يقرا السنه الاولى، ادعوا له البنات ربي ينجحه وينجح كامل وليداتكم. يلا خياتي، وقال لكم ما تنسوش ديروا لي جام لاني راني نقي مع ماما ونعاونها. كما راكم تشوفوا درت له الخلطه هذيك اللي درتها لكم في الفيديو السابق. شوفوا كيف تخرج الارضيه تلمع. دروك مدام غادي نروحوا اللوبيا البيضاء اليابسه تاعنا، سورتو النساء اللي ينساو يشمخوا اللوبيا تاعهم. جبت لكم طريقه من اروع الطرق اللي راح تجربيهم اللوبيا تاعك تجي بنينه وما تجيش فيها لي غاز. شوفي خيتي، انا عندي هذه الكميه تاع غرفيه، باسكو راني غير انا ووليدي، الاخر راه يقرا. جبتها غسلتها من هذاك التراب اللي فيها، من بعد جبت الخضره تاعي. شاي عندي 2 بصلات، هذا البصل الطويل الاخضر راح يعطي بنه شابه في اللوبيا تاعكم. اذا ما عندكمش ديروا حبه بصل من هذاك مدور صغيره برك. جبت 2 كروطه ولا 2 زروديه ولا جزر كما تبغوا سموه. ايا وجبت حبه بطاطا غير صغيره، وما ننساش حبه طماطم دوك نوريها لكم مع التالي.
ايا وجبت كامل هذيك الخضره تاعي اني راح نديرها كيما هكا، ما تخافيش سيداتي اني راح نرحيها هذيك الخضره. ونجيب توابل اللي هي بابريكا ولا فلفل عكري ولا فلفل احمر، فلفل اسود ولا حرور، وكركم والملح. هذو التوابل اللي راح نستعملهم في اللوبيا تاعي. راح نزيد معاها، شوفوا هنايا درت غير نص كاس تاع الزيت لانه راهي بدون لحوم، وراح نقليها غايه. لازم شوفوا كيما ديروش اللوبيا ولا العدس ولا اي ماكله ما فيهاش اللحم، لازم تقلوها غايه. هذاك هو السر تاع البنه تاع الماكله. راح نضيف عليها ملعقه صغيره تاع طوماطيش مصبره، ما نكثروش الطوماطيش كما راكم تشوفوا. نروح نديها تتقلى لي فوق. يا خلو ذاك الدجاج خلوه ترونكيل. هيا قليتها من بعد مرقتها. شوفوا كي تمرقوا اللوبيا تاعكم لازم ديروها ماء سخون، ما تمرقوهاش بالبارد، الزيت تقلص لكم. شتو حبه تاع الطماطم اني ضفتها، ونزيد نضيف معاها شويه تاع قزبر. انا زدت معاها، ما نكذبش عليكم، زدت معاها شويه تاع معدنوس غير شويه، وكرافس. هذه هي البنه تاع اللوبيا يا شيرات. واحد البنه واحد البنه. ما تصدقوش النتيجه، جربوها برك بهذه الطريقه وزيدوا لها الزجران. اذا ما عندكمش القزبر والكرافس عوضوها بالرند. هنا بعد وغلقت على الكيكوطه تاعي وخليتها طيب. ايا هنا كي حسيت بلي الخضره تاعي طابت، جبتها ورحيتها بالبرا كيما راكم تشوفوا بهذا الطريقه. من بعد نرجعها في اللوبيا تاعي. هنا راني موجده شويه تاع قزبر باه نرشها مع التالي. شوفوا لازم هنايا نرحو الخضرة تاعنا غاية البنات. من بعد نضيفوا باقي المكونات. هنا خياتي بعد ما درت الخضرة تاعي في مع اللوبيا، زدت معاها الثوم، نقيته سكرفشته وزدت معاها الثوم. ومن بعد زدت معاها الكمون كما تعرفوا اللوبيا تبغي الكمون. وزدت معاها شويه تاع قزبر مع التالي. كما راكم تشوفوا اللوبيا تاعي جات ما شاء الله، قدمتها مع شويه سلطه، جات ثقيله بنينه روعه يا البنات. جربوها بهذه الطريقه، اكيد اكيد راح تعجبكم. هذه هي وصفتنا نهار اليوم، وانتم ماشي درتوا الغداء تاعكم.